السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كبدة العربيات المحلات اسكندراني زي ما انت عايزة، اسرع كبدة واحلى كبدة. معايا نص كيلو كبدة مستوردة بس من النوع النضيف الحلو، متقطعة عصافيري او قطع صغيرة. معايا هنا 4 فصوص توم او 5 مهروسين، معايا فلفل حامي، معايا معلقة كبيرة من الهريسة الحمراء، معايا ملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، ومعايا كمون وزيت وطبعا خل. نزلت هنا على التوابل بالفصوص الثوم المهروسين وقلبتهم كويس بالتوابل كويس جدا، ومعلقه الهريسه اللي هي الشطه الحمراء اللي انا عاملاها، وهقلبهم كويس جدا ومعلقه زيت علشان التوابل كلها تمتزج مع بعض وتكون خلطه تحفه معايا. وبقلبهم مع الكبده هنا ما بتتغسلش، كنت عصره عليها ليمونتين كبار وسايباهم في مصفى ينزلوا اي حاجه فيها. وبعد كده حطيت في الاخر الخل. نزلت هنا بشوية زيت حلوين، ونزلت بمعلقة الدقة اللي انا حطيتها الاول، وبعد كده نزلت بالكبدة على نار عالية جدا. بس الاول ما بقلبهاش، بعد كده بقلبها، انا مش عايزاها تبك مية خالص، هي هتبك مية بس لما هحط الفلفل. حافظي عليها عشان لو نزلت مية هتبقى زفرة، وانا مش عايزة الكلام ده يحصل. قلبتها كويس جدا، شكشكت معايا، يعني سمعت صوت الزيت. نزلت بالفلفل، الفلفل هينزل ميه بسيطه، الفلفل بس اللي هينزل ميه بسيطه. وبعد كده نزلت بمعلقه الدقه اللي انا كنت عاملاها علشان بتدي تست عالي في الاخر. وبعد كده بطشها بالخل وخلاص، الكبده خلصت معايا، وهبتدي احضر السندوتشات والطحينه. وزي ما انتم شايفين الكبده هنا معايا فاتحه ازاي، علشان الاول عصرت عليها ليمون وفضلت منقوعه بالليمون، وعصر الليمون تاني على السندوتش بعد كده بتعصريه، لكن ما بتعصرهوش في الطاسه، انت بتحطي الخل بس، والليمون بيتحط على السندوتشات. خلي بالك ان الكبده ما بتتغسلش، وفي كبده انواع، ده احسن نوع الكبده تقريبا اللي بعرفه ان هي الكبده الامريكاني. جربي، معلش هي غاليه شويه، بس هتاكلي احلى كبده عربيات، كبده محلات، كبده اسكندراني. ويا ريت اللي اول مره اشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.